تخيلوا تعيشوا 21 سنة مع أختكم وبالأخير تكتشفوا إنه هي مو أختكم أصلاً. هاي الجملة كانت مكتوبة بالدم على حيط غرفة نور، ولحد اليوم الشرطة مو متأكدة مين كتبها. القصة بلشت بليلة كانت المفروض تكون عادية، فيلا كبيرة بطرف المدينة، عائلة غنية ومعروفة، أب ناجح اسمه فارس، وأم مريضة نفسياً من سنين اسمها دلال، وبنتين. نور الكبيرة هادية ذكية وانطوائية شوي، وريم الصغيرة محبوبة الكل، دلوعة أبوها ودائما مركز الاهتمام. الناس كانت تحسدهم، صور عائلية مثالية، سفرات، ضحك، حفلات. بس الحقيقة جوا البيت كانت مختلفة تماما، لأنه نور كانت تكره ريم بطريقة مخيفة، مو غيرة، كان كره متراكم من سنين. كل مرة فارس بيرجع من السفر بيحمل هدايا لريم أكتر. كل ما تمرض دلال بتنادي باسم ريم أول، حتى الضيوف كانوا يقولوا ريم عندها قبول غريب، بتحسوها مو من هالعيلة. وكانت هاي الجملة تستفز نور بطريقة مو طبيعية. بس الغريب إنه الأب فارس كان يتوتر كل ما حدا يحكي هيك. يعني مرة وهن عم يتعشوا خالهم مزح وقال والله ريم مو طالعة لحدا منكم. هون فارس ضرب على الطاولة بعصبية وقال خلصنا من هالمزح السخيف. الكل سكت، حتى ريم خافت، ومن وقتها نور بلشت تشك إنه في سر كبير بالبيت. قبل الجريمة بشهر نور كانت بغرفة أبوها وأبوها مسافر. فتحت درج مكتبه ولقت ملف قديم، بقلبه كان في صور مشفى، شهادة ولادة وأوراق باسم طفلة غير اسم ريم. بس الصورة كانت صورة ريم وهي بيبي. نور خافت كتير وبلشت تقرأ. كل شي كان بيثبت إنه ريم مو بنتهم الحقيقية، وإنه قبل 21 سنة دلال ولدت طفلة وماتت بعد ساعات. بس فارس ما قدر يتحمل انهيار زوجته، فقرر يعمل شي مجنون. خطف طفلة تانية من نفس المشفى ورجع على البيت فيها وكأنها بنتهم، والطفلة كانت ريم. نور انهارت، ومن يومها وهي حاسة إنه حياتها كلها كذبة، وصارت تراقب ريم بطريقة مرعبة. تراقب ضحكتها، طريقة أبوها كيف عم يحكي معها، حتى أمها كيف بتضمها. وصارت تكتب بمذكراتها كل ليلة هي عاشت حياتي وأخذت مكان أختي الحقيقية. بس الصدمة إنه نور ما كانت الوحيدة يلي اكتشفت الحقيقة، ريم كمان كانت بتعرف. قبل الجريمة بأسبوع ريم واجهت فارس، صارت تصرخ بوشه وتسأله أنا مين؟ فارس حاول يسكتها، بس ريم كانت منهارة وقالت له أهلي الحقيقيين عايشين صح؟ هون فارس فقد أعصابه لأول مرة وقال أنتي بنتي سواء عجبك أو لا. بس ريم ما سكتت وهددته أنها رح تنشر كل شي ورح تدور على أهلها الحقيقيين. ومن يومها صار البيت متوتر بشكل مرعب. دلال عم تبكي طول الوقت، فارس بيسهر برا البيت، ونور عم تراقب الكل بصمت. لحد ليلة الخميس الساعة 2:15 الفجر الشرطة وصل اتصال بصوت بنت عم تبكي وتهمس اختي ماتت بس مو أنا يلي قتلتها. لما الشرطة وصلت لقوا ريم بالمسبح لابسة فستان أبيض وشعرها كله دم. أما نور كانت قاعدة جنب المسبح بهدوء مرعب كأنها مستنية الشرطة توصل. المحقق سألها شو صار. نور رفعت عيونها وقالت إذا قلت لكم الحقيقة رح تكرهوا أبي أكتر منه. هون القضية قلبت بالكامل. الشرطة فتشت البيت ولقوا بغرفة نور صور لريم مشقوقة بسكين وتسجيلات صوتية كانت نور تسجلها لحالها. بواحد من التسجيلات كانت عم بتقول يمكن القاتل مش الشخص يلي قتل، يمكن القاتل هو أول شخص كذب. الشرطة شكت فيها فوراً، خصوصاً لما لقوا كاميرا مراقبة مصورة نور وهي عم تدفش ريم جنب المسبح. بس تقرير الطب الشرعي قلب كل شيء. ريم ما ماتت بالغرق، ريم ماتت قبل. رقبتها كانت مكسورة، يعني حدا قتلها وبعدين رماها بالمسبح. هون المحقق رجع استجوب فارس، بس فارس كان بارد بشكل غريب ولا حتى بكي. المحقق صار يسأله وين كان وقت الجريمة. فارس قال إنه كان بالشركة، بس بعد ساعات انكشف إنه هو كذاب. سيارته كانت موجودة جنب البيت، وهون الضغط عليه زاد. وفجأة دلال انهارت واعترفت إنه هي اللي دفشتها بس ما كان قصدها تموت. الكل انصدم،
قالت إنه ريم واجهتها بالمطبخ وقالت إنها رح تفضح الحقيقة كلها ورح تدور على أهلها الحقيقيين. ودلال خافت تخسر حياتها، زوجها واسم العيلة. صار بينهم خناقة وريم وقعت وانكسرت رقبتها وماتت فوراً. ومو هون الصدمة، وهون الصدمة الأكبر، لأنه نور صرخت وقالت كذاب. الكل اتطلع فيها، ونور قالت وهي عم تبكي أمي ما قتلتها، أبي يلي قتلها. نور قالت إنها شافت فارس وهو وعم يقتلها. من بعد ما ماتت ريم، بدل ما يطلب فارس الإسعاف، طلع على ريم وقال كان لازم ينتهي هالغلط من زمان. وبعدين حملها ورماها بالمسبح، لأنه فارس كان خايف تنكشف جريمة الخطف يلي عملها من 21 سنة، وخايف يخسر كل شيء. بس المفاجأة الأخيرة كانت الصدمة الأكبر. لما الشرطة راجعت تسجيل قديم من كاميرات المطبخ، شافوا ريم قبل موتها بدقايق عم تبكي وتقول لفارس أنا بعرف إنك مو أبي الحقيقي، بس رغم كل شيء كنت بتمنى مرة واحدة تحبني كأني بنتك عن جد. وفارس ما رد طبعاً، بس طفى الكاميرا بإيده. وبالمحكمة كان فارس قاعد بالقاعة، ملامحه هادية بشكل بخوف أكتر من الانهيار. المحقق وقف قدامه وسأله ليش ساكت لهلأ؟ ليش ما اعترفت؟ فارس رفع راسه شوي وابتسم ابتسامة خفيفة وقال لأنكن عم تسألوا سؤال غلط من البداية. سكت لحظة وبعدين كمل مو مين قتل ريم، السؤال الحقيقي ليش صارت أصلاً موجودة بهالبيت. كمل وقال أنا مو مجرم، أنا كنت عم صلح خطأ عمره 21 سنة. وبنفس اللحظة انطفى كل شي بالقصة، مو بس الحقيقة، حتى اليقين.